السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا جدا، وهتعجبكم وتنفع تعملوها عشان المدارس، للولاد وهم رايحين المدارس، وتنفع فطار وتنفع عشاء. الفطير دي حلوة جدا، وممكن تحشيها جبن، ممكن تسيبيها سادة زي ما انت حابة خالص. مقاديرها بسيطة جدا وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم، تجربوها وتعجبكم، وان شاء الله استنى رأيكم في التعليقات. تعالوا نشوف مقاديرنا النهاردة ونشوف وصفتنا هنعملها ازاي. نسمي الله كده ونبدأ وصفتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا حطيت نص كيلو دقيق، ضفت عليه معلقة خميرة، وهضيف معلقة سكر كبيرة ونص معلقة صغيرة ملح. اللهم بارك، النص كيلو دقيق عمل كمية حلوة وعجبت الولاد جدا ما شاء الله، اللهم بارك. آمم، جربوها وهاستنى إن شاء الله رأيكم. هاقلب بس كده المواد الجافة كده مع بعضها. يبقى أنا حطيت نص كيلو دقيق، ضفت عليهم معلقة خميرة، وضفت كمان معلقة كبيرة سكر، ونص معلقة صغيرة ملح. هاضيف كمان نص كوباية من الحليب الدافي. الحليب يكون دافي، والمَيّة اللي هنعجن بيها برضه تكون دافية، علشان بس الجو ساقعة وكده، والعجينة تخمر معانا بسرعة، ما تاخدش مدة طويلة يعني. وكمان المَيّة دافية. قلّبت كده الدقيق مع اللبن مع الدقيق، وكمان ضفت المَيّة. طبعًا المقدار المَيّة مش هاقدر أقول لكم قد إيه بالضبط، علشان كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني ممكن دقيق بياخد سوايل زيادة، ودقيق بياخد سوايل أقل. فعلى حسب ما تلاقي العجينة معاكِ بقت طرية وناعمة، يبقى كده العجينة تمام. أهم حاجة تعجني العجينة كويس جدًا، وتبقى معاكِ ناعمة وطرية بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. شايفين العجينة تحت إيدي عاملة إزاي؟ اللهم بارك، حلوة جدًا. هاضيف بقى كمان معلقة كبيرة كده زبدة بعد ما عجنتها كده كويس. هاختم بقى بمعلقة الزبدة دي، هاعجنها برضه في العجينة كده كويس، وبعد كده العجينة تبقى معايا جاهزة. ما فيش موجود عندِك زبدة، هتضيفي معلقتين زيت. هتقولي بقى ما فيش عندي زبدة مش هتنفع الوصفة، لأ، ضيفي الزيت هيديكِ برضه نتيجة حلوة، ما فيش مشكلة خالص. أنا ضِفت الزبدة. لو عندِك زبدة وضفتيها تلاقي العجينة قطّعت معاكِ شوية، ما تقلقيش منها، ما تضيفيش دقيق ولا أي حاجة. هتعجنيها برضه كويس لغاية ما تلِم معاكِ وتبقى طرية بالشكل ده. العجينة طرية جدًا، تدّيكِ نتيجة حلوة جدًا، تمام. أهم حاجة العجينة لازم تخدميها كويس في الفطاير أو أي مخبوزات عامةً، تطلّع معاكِ ما شاء الله الحاجة تحفة وجميلة. سِبت العجينة خمرت، حطيتها في مكان دافي خمرت وبقت معايا بالشكل ده كده. أخرّج بس كده الخُبر منها كده. شايفين الطراوة؟ شايفين طراوة العجينة عاملة إزاي؟ هاضيف بقى شوية دقيق كده على الرخامة، وهابتدي كده أفرد عليهم بقى. طبعًا القطعة هاخدها قطعة، قطعة كده وأفردها، وهاشكّلها زي ما أنتم هتشوفوا. حابة تقطّعي العجينة كلّها كِوَر، وطبعًا الحجم اللي أنتِ تحبيه، وبعد كده تفرديها ما فيش مشكلة خالص. هابتدي بقى كده أفرد القطعة اللي أنا أخدتها كده من العجين. العجينة طرية ومش محتاجة حاجة خالص، جميلة جدًا. ممكن على فكرة تعملوا الفطاير ديّة نفس العجينة كده، وتحشيها لحمة مفرومة، وبرضه تدخّليها الفرن تبقى جميلة جدًا. تبقى فطاير كده باللحمة المفرومة حلوة جدًا، جدًا. وأمّا تطلع من الفرن تدهنيها دهنة على وشها كده من الزبدة، ما شاء الله بتبقى تحفة. ممكن تحشيها جبن،
زي ما أنت حابة. أنا هاحشي شوية منها، كام واحدة بس كده جبنة من اللي أنا كنت عاملاها امبارح. اللهم بارك، الجبنة كانت حلوة جدًا، جربوها إن شاء الله مش هتندموا، ودايمًا هتبقوا موجودة الجبنة في بيوتكم، مش هتستغنوا عنها أبدًا. أنا هاحشي كام واحدة جبنة وهاسيب الباقي من غير حاجة خالص، ممكن تحشيه عجوة، ممكن تسيبيه سادة زي ما أنت حابة. أنا هاحشي كام واحدة جبنة والباقي هاسيبه سادة، علشان عندي ولادي في منهم مش بيحبوا الجبن وكده. أنا هاوريكم شكلين اللي انتوا حابين تعملوه، الشكل اللي تحبوه تعملوه مفيش مشكلة. مش حابة تعملي الشكل ده ولا ده وتعملي حاجة انت على مزاجك برضو طبعا مفيش مشكلة. أنا بس بديك الفكرة وانت زي ما انت عايزة نفذيها. هاجيب بقى السكينة، أنا ما عنديش قطاعة عجين بصراحة فهعمل بالسكينة. انت لو عندك قطاعة عجين طبعا هتبقى اسهل لك جدا، هتقطعي بيها الشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. مش هنيجي لما الاخر العجينة من الطرف، لا قبلها بشوية كده، وهنبتدي نعمل فتحات بالشكل ده. وهنا كده اهوت نعمل فتحات بالشكل ده كده. سهلة جدا على فكرة يا بنات، مفيش فيها مشكلة خالص. بس طبعا لو انت مش حابة تعملي الشكل ده ما تعملوهوش، شكلها زي ما انت حابة. هبتدي بقى كده خطيف جبنة. الجبنة جميلة جدا ما شاء الله، وطبعا ناس كتير جربتها على طريقتي وعجبتهم جدا، من يومها ما بيعملوش إلا غير بالطريقة ديت، ودايما بتبقى معاهم ناجحة وحلوة جدا. هبتدي بقى الف كده رول. ممكن تضيفي مكان الجبنة عجوة هتبقى حلوة قوي. نقفل بس كده ونبتدي نلف. بس كده. طبعا في الصينية اللي احنا هندخل فيها الفرن، هندخلها الفرن هنضيف فيها العجين. ممكن طبعا تكبري القطعة، ممكن تصغرها عن كده او تكبرها عن كده، زي ما انت حابة. فردت كده معاكم كمان واحدة اوريكم شكل تاني اهو. نجيب من نص العجينة ونعمل الفتحة لما للاخر. انت طبعا لو عندك قطاعة هتبقى اسهل بكتير من السكينة طبعا. هاخد كل واحدة من دي كده والفها بالشكل ده اهو. شايفين بالشكل ده كده. يا ريت يا بنات لو انتم مكملين الفيديو معايا لحد هنا، يا ريت تعملوا لايك للفيديو. خلاص كده اهو، وهبتدي برضو الفها رول. دي كده هعملها سادة اهو، مش هحشيها اي حاجة. وبرضو هحطها في الصينية. طبعا بقى اعمل الشكل اللي انت حباه مفيش مشكلة. هعمل معاكم كده كمان واحدة.
دي بصراحة الشكل بتاعها هو اللي عاجبني، فأنا هاكمّل بقية الكمية بالشكل ده كده. ما شاء الله عجبت الولاد جدًا، جدًا، وأكلوا منها لمّا شبعوا بألف هنا. جرّبوها وهتعجبكم إن شاء الله. ولو حابين أعمل لكم أي وصفة أنتم عاوزينها اكتبوا لي بس في التعليقات، وأنا إن شاء الله هاعمل لكم كل اللي أنتم عاوزينه بأمر الله. يا ريت بس تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع شوية عن كده، لإن المشاهدات قليلة جدًا. ودي حاجة موقّعة القناة يعني الحمد لله يعني. وإن شاء الله القناة هتكبر بيكم. وإن شاء الله هتجربوا الوصفة دي وهتعجبكم بأمر الله. خلاص كده أنا عملتها أهوّة، شكلتها بالشكل ده، هالفّها رول برضه. شكلها حلو جدًا يا بنات. أهو ما شاء الله. هاحطها بقى في الصينية وهاسيب العجينة تخمر، أكمّل بقية الكمية وبعد ما تخمر نرجع نشوفها. هنا أنا كنت خلّصت الكمية وسِبت العجينة الفطاير كده خمرت، عملت منها السادة وعملت منها بجبنة. ودلوقتي هادهنها، طبعًا أنا كنت ولّعت الفرن يسخن، هادهنها شوية من الوش بس كده هادهنه من الحليب. أنتِ حابة تدهنيه صفار بيضا وعلى معلقة خل أو أي حاجة زي ما أنتِ عايزة. ممكن تضيفي على الحليب معلقة نسكافيه. أنا هادهن بس حليب كده وهاولّع عليها الفرن على درجة حرارة 200 على على شبكة الفرن. وطبعًا النار وسط، عشان اللي ما عندوش برضه درجة التايمر بتاع الحرارة وكده، خلّي درجة الحرارة وسط وحطّيها على شبكة الفرن. أنا ما ولّعتش عليها الشواية خالص من فوق، هي على ما استوت وأخدت اللون من تحت كانت ما شاء الله واخدة اللون القمر ده من فوق. شايفين؟ شايفين طراوة الفطيرة، وشايفين قد إيه هي هشة وطرية وطعمها وريحتها بجد في غاية الجمال. جرّبوها إن شاء الله هتعجبكم جدًا، جدًا. طبعًا هتنفع فطار، تنفع عشا. أنا كنت عملتها كده الأولاد اتعشوا منها وبألف هنا على قلبهم، وإن شاء الله تعجبكم وتجرّبوها. هافتح لكم بس كده واحدة تشوفوها من جوّه قد إيه هي جميلة. شايفين بقى الجمال والحلاوة بتاعتها؟ اللهم بارك. ما شاء الله ناجحة جدًا. طول ما أنتِ عاملة العجينة عجناها وخدماها كويس والعجينة تكون معاكِ طرية وحلوة، ت المخبوزات تطلع معاكِ ما شاء الله طرية وحلوة جدًا وناجحة. عملت لهم بقى كانوا عاوزين شاي، عملت لهم كده شوية شاي، شربوهم وكلوا كمان من الفطاير ديّة وعجبتهم جدًا، جدًا. يا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي، واشوفكم إن شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.